التجربة الدنماركية في النادي الأهلي. لا مش فيلم عادل إمام. التجربة الدنماركية دي مدرب النادي الأهلي، ده التجربة الدنماركية لأول مرة في الملاعب المصرية. المدرب جيس سورج مدرب النادي الأهلي الجديد اللي النادي الأهلي تعاقد معاه وبكام؟ ب 250 ألف دولار. وقبل ما نتكلم عن المدرب وشخصيته وأدائه وطريقة لعبه، عايزين نتكلم عن العقد اللي وقعه مع النادي الأهلي لمدة 3 سنين. هياخد في الموسم كام بقى؟ 3 مليون دولار، يعني 9 مليون دولار في الثلاث سنين. يعني بياخد كام في الشهر؟ 250 ألف دولار. بجد يا بخت النادي الأهلي بفلوسه، 250 ألف دولار في الشهر. مدرب نادي الزمالك بياخد 25 ألف دولار ومش بيقبضهم أصلا، الراجل قبض شهر من 4 شهور. فالاثنين لما يبقوا واقفين على الخط في ماتش القمة هيقولوا لبعض إيه؟ واحد بياخد 250 وواحد بياخد 25، يعني واحد بياخد مليون جنيه مصري وواحد بياخد 12.5 مليون جنيه مصري، ده في الشهر. يعني مدرب الأهلي بياخد عقد مدرب الزمالك في السنة كلها وبياخدها في شهر واحد. فبجد في فروقات كتير جدا. بجد نادي الزمالك وصل بيه الحال بالمجلس اللي موجود دلوقتي، والحال اللي وصل بيه نادي الزمالك بسبب سحب ارض اكتوبر اللي محدش عارف الارض وصلت لغايه فين، محدش عارف، كله ساكت، المجلس ساكت، والتحقيقات محدش بيقول وصلت لغايه فين، ومحدش عارف بيقول وقت الارض هترجع فيه عشان نادي الزمالك يقف من تاني على رجله. حال نادي الزمالك صعب، والناس بتتكلم عن افلاس وناس بتتكلم عن تبرعات. بجد حال يضايق كل زملكاوي. هي دي الفروقات بين مدرب الاهلي ومدرب الزمالك. مدرب بياخد 12 ضعف مدرب نادي الزمالك ومش عارفين كمان نمشيه، عشان احنا لو مشيناه مش هنعرف نجيب اقل منه. مدرب نادي الزمالك انا مش طايقه يفضل موجود مع نادي الزمالك، بس بجد انا بشفق عليه. الراجل قبض شهر من 4 شهور، فازاي هيدرب؟ ازاي فكره هيشتغل اصلا؟ عشان كده الراجل بيبدا الماتش صح ويجي بين الشوطين يفوت تهرب منه. الراجل ما بيركزش. النادي الاهلي كل سبل النجاح متاحه ليه، لكن نادي الزمالك كل حاجه واقفه ضده ومفيش اي حاجه متاحه بالنسبه له. بجد الظروف صعبه جدا والفروقات بقت كبيره. النادي الاهلي بيجيب مدرب ملايين، لعيبه ملايين. نادي الزمالك مش عارف يدي مرتبات لا للمدرب ولا اللعيبه اللي هي ما تجيش نص مرتبات مدربي ولاعيبه النادي الاهلي. بجد الموقف اللي احنا فيه بيفكرني باغنيه حماده هلال، ناس طايره فوق البساط وناس عايشه حياتها اقساط، وناس لابسه حرير في حرير وناس نايمه على البلاط. بجد حال صعب وصل ليه نادي الزمالك. نفسي حد يجاوبنا على موضوع ارض اكتوبر. نادي الزمالك ارض اكتوبر بالنسبه له هي النفس الاخير، هي اخر حاجه بالنسبه لنادي الزمالك. لازم الارض ترجع، او لازم حد يرد علينا ويقول لنا وصلوا لغايه فين، والتحقيقات هتخلص امتى، وهتخلص كمان بايه، ومين الغلطان ومين اللي مش غلطان، ومين اللي عنده حق ومين اللي ملوش حق. نادي الزمالك جمهوره ليه حق على كل الناس ان كل الاسئله دي يتجاوب عليها وبكل صراحه وبكل سرعه، لان البطء في تنفيذ القرار مش في مصلحه نادي الزمالك.